مبروك تأهل المغرب طارق. اي والله مبروك، مبروك لكل العرب، مبروك للاخوان المغرب اللي بالفعل يعني عندهم مشروع، عندهم جيل عظيم جدا استطاع انه يخرج متصدرا مجموعته، ليس مجموعه سهله، مجموعه قويه جدا. المشروع المغربي هذا مشروع كبير، مشروع اللاعب المغربي تحديدا، نكون اكثر وضوح. اللاعب المغربي الطموح، اللاعب المغربي اللي دائما تجده يبحث عن دائره الضوء في كل الدوريات الكبيره. ما تحدثنا عن 90% من لاعيبه المغرب في دوريات الخمس الكبرى. هذا الشيء حفز المغرب وجعل من المنتخب المغرب منتخب قوي جدا. لكن تخيل الان انه كمهاجم مثل حمد الله اللي يعتبر هو من ابرز ما كان ابرز مهاجم في الدوري السعودي الان، هو احتياط في المنتخب المغربي. فالحين قاعد اوضح لك قيمه اللاعبين المغاربه، كيف تم صناعه هذا المنتخب وجعله من افضل المنتخبات على مستوى العالم. طيب. من وجهه نظري الشخصيه انا معجب جدا في ستايل اللاعب المغربي، في بنيه اللاعب المغربي، في عقليه اللاعب المغربي واهتمامه اكثر في تحقيق طموحه. انا اتمنى من اللاعب السعودي حقيقه، معليش وان سمحتوا لي، اللاعب السعودي ينظر الى كره القدم ليست موضوع تحقيق منجز سريع جدا بتوقيع عقود عاليه. اللاعب الان لو شفنا اللاعب السعودي في بدايه مشوار ما ان يحقق نوع بسيط جدا من الشهرة، الا تجد اللاعب يحرص على انه اقل شيء ممكن يكلمك عنه 6-7 مليون في السنه. هذا الشيء شوي غابني ابو بدر، معلش. اللاعب المغربي او اللاعب العربي بشكل عام او اللاعب اللي يحاول انه يحترف خارجيا ما يهتم في الامور الماليه في البدايه، يهتم انه يكون ناجح وانه يكون يلعب اساسي شيئا فشيئا حتى يصبح من افضل اللاعبين على مستوى العالم. لابد ان يدرس هذه تجربه اللاعب المغربي. لابد اللاعب السعودي ان ينظر الى اللاعب المغربي كعينه ناجحه بهذه الطريقه. اللاعب السعودي انا ارى انه لاعب عنده امكانيات وقدرات عاليه جدا ان يقدم افضل حتى من المنتخب المغربي. طيب. اذا كنت اتكلم عن البنيه الجسمانيه، ما اللاعب الاسباني قصير، ما عنده ذيك البنيه القويه جدا اللي ممكن نقارنها حتى ببعض اللعيبه. المنتخب السعودي والمكسيكي في كاس العالم كانوا على الاقل قامه يعني. هي عمليه تعويض. طيب. اي نعم، هي عمليه تعويض. انت عندك نقاط ضعف. اللاعب الاسيوي، المنتخب الياباني الان متصدر على اسبانيا وعلى المانيا اللي المانيا طلعت الان بلعيبه اليابان اللي استطعنا ننتصر عليهم. طيب. لان اليابانيين يعرفون عناصر الضعف والقوه لديهم، فيفعلون هذا الشيء ويعوضونه بنقاط الضعف. نعم. أتمنى اول شيء ارجع واقول انه كره القدم الان عشان بس نكون ايجابيين، المغرب الاول، اليابان الاول، استراليا الثاني، السنغال الثاني، يتكلم حتى الان تاهلوا في كاس العالم. يعني كره القدم ليست محصوره على منتخبات. المانيا برا، طلعت المانيا. واضح. تتكلم عن منتخبات اوروبيه يعني كانت من افضل المنتخبات، مع ذلك خرجت. فقبل كل شيء اللاعب المغربي اللي فعله اللاعب المغربي لابد ان يحاكيه كل لاعب العرب اذا كانوا يريدون. طيب. الاحتراف خارجيا. الان بس